مستر بيست 70 مليون مشترك، محتواه تحديات اكستريم زي انه يدفن نفسه تحت الارض لمده 50 ساعه، او مصاريف اكستريم زي ان كل العربيات اللي تقدر تركنها جوه المثلث ده هيشتريها لك. بالنسبه لليوتيوبرز بايا يكن نوع محتواك، فمستر بيست قدوه ليك علشان هو وصل المكان ده بنفسه، بقاله اكتر من 10 سنين في اليوتيوب، كل مليم بيجيله من اليوتيوب بيصرفوا في اليوتيوب تاني. مستر بيست مش مجرد بيعمل فيديوهات، هو اكتر واحد فاهم سيستم اليوتيوب. ففي الفيديو ده انا هحلل الصور المصغره لفيديوهات مستر بيست. في اليوتيوب انت عندك كذا احصائيه بتاثر في مشاهدات الفيديو، واحده اساسيه منهم هي السي تي ار اللي هي معدل النقر لكل ظهور. السي تي ار دي ببساطه من 3 حاجات: فكره الفيديو، عنوان الفيديو، الصوره المصغره للفيديو. فانا دخلت على قناه مستر بيست وحملت الصور المصغره بتاعت فيديوهاته، واخترت 6 من احدث فيديوهات هو نزلها على قناته. الصور المصغره هي ببساطه تصميم بتعمله على الفوتوشوب. في ناس كتيره بيقولوا انا مش موهوب في الفوتوشوب، الكلام ده غلط تماما. انا موافق ان اعمل صوره مصغره على برنامج بينت الرسام اللي بينزل مع الويندوز، مقابل ان يكون عندي الفكره موجوده بتاعت الصوره المصغره. التنفيذ مش مهم، التنفيذ ده بونص. نخش على اول حاجه انا لاحظتها من ال6 صور المصغرين دول. لو انت شايف فمستر بيست عارف اهميه انك تعمل صوره مصغره تكون احترافيه، علشان الصوره المصغره هي اول حاجه بتلفت انتباهك، مش العنوان، مش فكره الفيديو. اول حاجه بتلفت انتباهك هي الصوره المصغره. اللي يقنعه ان هو يخش هو العنوان والفكره بتاعت الفيديو. فلو لاحظتوا الصور المصغره بتاعت مستر بيست قد يكون بيقضي 6 ساعات او 7 ساعات اكتر علشان يعملها. يعني لو بصيت مثلا على الصوره المصغره دي، اكيد عمل حبل فعلا ركبه وراح نط من عليه وفضل يتشعلق، وطبعا اتهز لقدام ولورا لحد لما ظبطها مثاليه. بعد كده كل اللي في الظهر ده تصاميم وفوتوشوب وديزاين و3 دي موديلز وحاجه عذاب. يعني لو انت بتقضي نص ساعه بس تعمل الصوره المصغره دي، سينك يور تشويسز، ماشي، خليهم ساعتين. اقعد تفكر كويس ازاي اعمل الصوره المصغره دي بحيث تبقى مثاليه، اختيار الالوان، كل الحاجات دي بتفرق جدا. تاني حاجه انا لاحظتها، لو انت شايف احمر، اصفر، اخضر، ازرق، الظهريه اخضر، لبني ورا، احمر، اخضر، لبني، فاللي هو اللي انا لاحظته ان عدد الالوان في اي صوره مصغره لمستر بيست بيبقى حدود 3 ل 4 الوان في الصوره المصغره الواحده. ناس كتيره بيقعدوا يحطوا الوان وفلاتر فوق الصوره المصغره بحيث يبقى شكلها احلى، بس تراعي ان هو بيمسك الموبايل من بعيد كده ويشوف الصوره المصغره، فغالبا هو بيسكرول، هو شايف عجينه طماطم مليانه الوان كتيره. الحاجه اللي بعد كده لاحظتها، لو انت شايف كلمه واحده، مفيش كلمات، فزي ما انت شايف ما تملاش الصوره المصغره باراجراف بيشرح الفيديو، استخدم كلمه واحده، ماشي كلمتين، ما تكترش عن كده. خش على الحاجه اللي بعد كده، لو انت شايف مثلا في عينين الواد، لو انت بتفهم في الفوتوشوب ففي شاربنس مضاف على الصوره المصغره بتاعته. الشاربنس ده فلتر في الفوتوشوب بيخلي كل حاجه بيبين الديتيلز، الحواف الحاده بتاعتها. اي صوره مصغره تعملها بعد ما تخلصها زود شاربنس حبه صغيرين بس، ما تخليهاش فقعه، لا حبه صغيرين. الحاجه اللي بعد كده لاحظتها واللي هي غريبه قوي وعمرها جت في بالي، مثلا الصوره المصغره دي، لو انا جبت لك دلوقتي العنوان بتاع الفيديو ده، هو بيقول لك هل هتسيب مدرستك مقابل 100,000 دولار؟ افتكر ان الفيديو كله عن الحوار ده، لا، اول دقيقه من الفيديو بس عن انه يدي طفل 100,000 دولار مقابل ان هو يسيب المدرسه، اما باقي الفيديو حاجات مشابهه للموضوع ده. فما تحاولش انك تشرح الفيديو كله في الصوره المصغره، اختار حاجه تكون مؤثره جدا حصلت في الفيديو، حاجه تكون عامه لكل الناس، اختارها هي تبقى الصوره المصغره وحطها في اول الفيديو. ما تخافش لو الحاجه دي فعلا انت عملتها وكانت قويه ودخلت على الحاجه اللي بعدها بسرعه من غير فواصل، فهو هيتفرج على الفيديو كله